السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. بصوا النهارده هنعمل مع بعض ستارة من الخيامية. هي كبيرة شوية. انا طبعا الستارة دي تانياها 2. هو الطول بتاعها 2 متر في 3 متر. تمام، الطول بتاعها 2 متر في 3 متر. انا تانياها هوريكم دلوقتي ان هي طبقتين مش طبقة واحدة. انا تانيها عشان هقصها بالنص. بصوا انا تانيها كده. طبعا شايفين ان هي جايه على 3/4 السجاده اللي عندي. انا طبعا عملتها على الارض لان مكانش ينفع ان انا اعملها على ترابيزه او اي حاجه عشان هي كبيره جدا. انا كل اللي عملته فيها ان انا مشيتها طبعا على البوتاجاز حوالين داير بعد ما قصيتها. انا هنا كنت هقول لكم ان انا هقصها من ناحيه اليمين لغايه كلمه رمضان كريم او لغايه فرع الزينه اللي هو معمول كانه فرع الزينه بتاعه رمضان. تمام. قصيتها بالنص علشان كنت عايزاها تبقى نصين كده عشان هحط فيها فرنشه مش الصفرة اللي هي بتاعه رمضان هتشوفوها معايا دلوقتي. فانا طبعا ما كانش ينفع ان انا اعملها غير على الارض، سامحوني. بص انا كنت بشاور لكم هنا بقول لكم انا كل ده هقصه، هي متنيه من هنا فكنت هقصها لغايه كلمه رمضان كريم. او كمان لو انت حابه ان انت تبقي كبيره شويه معاكي ممكن تقصيها لغايه الفرع اللي هو بتاع الزينه اللي فوق خالص، اللي فوق بوجي وطمطم وفوق كلمه رمضان كريم. الاشكال كتيره بتاعت الخياميه. تمام، وتقدري تجيبي الاشكال اللي انت عايزاها وتشوفي شكلها كان مبهج معايا وجميل جدا. سامحوني انا عاملاها من بدري بس ما قدرتش ان انا انزل الفيديو الا دلوقتي. كل عام وانتم بخير يا رب. انا كل اللي عملته بعد ما قصيتها لان كانت كبيره خدتها على البوتاجاز عندي ومشيت عليها النار يعني حوالين داير كده سرفلتها. وسامحوني جدا انا المقطع بتاع الفرنشه وانا بخيطها انا عاملاها طبعا يدوي على ايدي مش بمكنه ولا اي حاجه. اتحذف مني المقطع ده. بص الفرنشه دي او الشراشيب دي هي مش زي فرنشه رمضان الصفراء، حاجه كده جميله كده وتدي بهجه كده ويبقى شكلها احلى. هو المتر من عند اي حد بتاع مستلزمات خياطه او كروشيه او خياطه يعني. المتر انا جايباه ب4 جنيه. بصي انا هنا لما قطعتها من النص عملتها بالفرنشه. طبعا بدات من حرف هوريكي دلوقتي وابتديت ان انا امشي حوالين داير كل ده خياطه يدوي. انا ما عنديش مكنه ولا حاجه، خيطتها يدوي وعاملاها والله من بدري. بس قلت برضو ان انا افرحك واقولك ان انت ممكن تعملي اي حاجه بايدك، مش شرط لو ما عندكيش مكنه ان انت ما تعمليش. بصي انا اخدتها من فوق كده من اول فوق. تمام. حوالين داير خيطتها كلها. وهنا الماسوره انا دخلتها في الماسوره يعني جبت وصله كمان عشان طبعا القماشه ما كنتش عايزه اضيع منظر الفوانيس اللي من فوق او الزينه اللي من فوق. فانا جبت وصله حته كمان من قماش خياميه كان عندي وعملت لها وصله ولبستها في قلب الماسوره بحيث ان هي ما تبقى صعبه عليا ولا اي حاجه. دخلتها في الماسوره ولما بيجي النهار عليا بروح لماها بشريط من شرايط الخياميه برضو انا عاملاها كشريط كده عشان انا اعرف اربطها بيه. بصي شكلها تحفه. وكمان حاطه انوار بتاعه رمضان وراها. ده شباك كبير عندي في الصاله لحبايبي وصحابي واهلي وكلهم عارفين تفصيله البيت عندي. ده الشباك اللي هو بتاع الصاله عندي الكبير هوريهولكوا دلوقتي اهو. وحاطه وراه او معلقه من جوه نور. تمام. وحاطه عليه القماشه بس لما بطفي النور او لما الدنيا بتضلم وبعد المغرب بسيبها مضلمه الجو بيبقى جميل جدا وروعه جدا. وحتى الاشكال بتاعت بوجي وطمطم وبكار وفطوطه وشكشك عم شكشك كل دي بتبقى ظاهره. انا هطفي النور شويه كده وهوريكم شكلها معايا تحفه بصراحه. وانت ممكن تعمليها في البيت عندك. بس سامحوني برضو المره التانية ان الفرنشه دي ان انا مش عارفه المقطع اتحذف او حاجه زي كده. بس والله هي سهله جدا ان انت بتمسكيها من الطرف اليمين او الشمال وتبتدي تخيطيها وتمشي كلها داير ما يدور بتبقى تحفه. انا هطفي النور معاكم دلوقتي. بصوا شكلها خرافه بصراحه بتدي جو جميل كده في الصاله وفي الشقه. يعني ممكن تعملي ستاره كبيره مش شرط ان انت تعملي ستاره صغيره، لا ممكن تعمليها كمان على باب اوضه او باب الشقه عندك بالطول. مش شرط ان انت تقصيها زي ما انا عامله من النص، انا عاملاها عشان هي على شباك. بص شكلها تحفه بصراحه. والانوار كمان بتدي جو جميل. انا ولادي الصغيرين 2 كل شويه يقولوا لي اوحى يعني افتحي النور عشان عايزين يتفرجوا عليه. المنظر بصراحه اذا كان مفتوح او النور مقفول تحفه.
انا حاوت ان انا اقلل الاضاءه شويه عشان تشوفي معايا. بص الاشكال جميله ازاي. على فكره فرع الفوانيس ده اللي هو بالفوم احنا برضو عملناه مع بعض في القناه، وان شاء الله هسيبه لكم في صندوق الوصف من تحت. وكل الزينه اللي هتشوفيها دلوقتي معايا على الحيطه او انا معلقاها في البلتكنات عندي، كلها احنا عاملينها مع بعض في القناه. فرحي بيتك وفرحي ولادك. بصي باي حاجه، يعني انا بقولك الستاره دي كبيره جدا وانا عاملاها على ايدي، مخيطاها على ايدي، مخيطاش على مكنه ولا حاجه. شايفه الشكل جميل ازاي، شكل بوجي وطمطم. انا بصراحه ما قدرتش ان انا اقطع القماشه دي اعمل بيها اشكال كتيره لان هي تحفه فنيه كلها على بعض، فحبيت ان انا اخليها كستاره عندي في البيت. قيمه كده، شكلها قيم، هي مش طويله، مش جايبه لغايه كنبه الانتريه عندي، بس جميله شكلها تحفه بصراحه. انا شلت الستاره بتاعت الصاله وحطيتها هي مكانها، ادت جو رهيب بصراحه في الصاله، وكل اهلي اللي جم وشافوها يعني عجبتهم بصراحه، وصحابي اللي جم وشافوها برضو عجبتهم جدا. فحبيت ان انا اعمل الفيديو ده عشان اقولك ان هي مش صعبه ان انت تعمليها ولا حاجه، بالعكس جدا. انا عاملاها على ايدي ومدخلاها جوه الماسوره، يعني مش محتاجه ان انت تحطي اللي هو الحاجات اللي بتتحط في الستاير خالص. بصي شكلها من بعيد. يا رب اكون بفيدكم لو بحاجه صغيره او بمعلومه صغيره. انا سامحوني والله الفيديو ده يعني عاملاه من بدري، مصوراه من بدري، بس ما كنتش عايزه منتجه لغايه ما واحده حبيبتي قالت لي لا لازم تقولي الطريقه عشان في بنات كتير عايزين يعملوا ستاير ومش عارفين ازاي، او يعني المبلغ بيبقى كبير لما بيودوه لاي حد يخيطه، فانت اعمليه بايدك هيبقى تحفه بصراحه وهتستمتعي وانت بتعمليه. بصوا انا هوريكم برضو كل الاشكال اللي احنا عملناها مع بعض اللي كانت على الحيطه جنب الستاره، كانت جميله جدا والصور عندي كانت مبهجه. عملت جو كده رمضاني على قدي. يا رب يكون عجبكم. انا طبعا ما قدرتش ان انا السنه دي اصور لكم الزينه بتاعت رمضان في الاوضه او في الصاله، مع اني سبحان الله النهارده السنه دي معلقه حاجات كتير، بس سامحوني انا كنت تعبانه شويه. ربنا يعفو عننا يا رب وعن الجميع اللهم امين. بصوا ده التابلو اللي كنا عاملينه مع بعض، واللي من فوق دي اللي هي الزينه المثلثات عملناها برضو في فيديو وحده. كل ده موجود على القناه في قائمه انا مخصصاها لاعمال شهر رمضان، اسمها كل ما يخص شهر رمضان. ان شاء الله خش عليها وهتعجبك الافكار اللي احنا عاملينها، وربنا يدينا العمر. بصي والزينه دي برضو اللي هي من الفوانيس اللي بكرتونه البيض برضو عاملينها مع بعض في القناه. اتمنى يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون عجبتكم ان شاء الله. متنسونيش في اللايك يا حبايب قلبي، ولو انت اول مره تتفرجي معايا على الفيديوهات اتمنى تشترك عشان ان شاء الله مكملين مع بعض ان ربنا ادانا العمر زينه رمضان. بس انا نفسي اعمل فيديوهات كتيره بعد رمضان عن رمضان، لاني كل رمضان ما بقدرش ان انا اعمل الحاجه اللي انا كنت عايزه اعملها. اسيبكم في حفظ الرحمن، استودعكم الله. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير.